نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات، وبارك الله تعالى فيكم جميعا. سعيد أن أكون لأول مرة في حياتي في مدينة ديار بكر وبين أهلي في هذه المدينة الطيبة المباركة. لكم في القدس مكان معروف، فرباط الكرد معروف عند باب الحديد في المسجد الأقصى المبارك. ولسعادة قنصل أفغانستان لكم في القدس زاوية معروفة، الزاوية الأفغانية، وشيخها الشيخ عبد الكريم الأفغاني ما زال حيا إلى اليوم. فلكم في القدس موقع ينتظره أهلكم هناك بإذن الله، وينتظرونكم إن شاء الله عند الفتح القريب بإذن الله رب العالمين. الحديث اليوم إن شاء الله في هذا الموضوع يتعلق بالمشروع الصهيوني. لن آتي هنا لأحدد لك شعارات معينة تتكلم عن سقوط المشروع الصهيوني، فهذه مسألة نتفق عليها جميعا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد وعد بسقوط هذا المشروع وانتهى الأمر. ولكن ما نتحدث عنه في هذه الدقائق هو تحول المشروع الصهيوني بناء على أحداث 7 من أكتوبر من العام الماضي، وما حدث طوال هذا العام، وما سيحدث خلال الفترة القادمة، لأن الحدث ما زال في قلبه وما زال لم ينتهي، بل ربما يزيد ويتوسع كما يرى كثير من المراقبين. ينبغي أن نفهم نقطة مهمة جدا تتعلق بمشروع دولة الاحتلال. وعندما أذكر عذرا منكم عندما أقول هنا إسرائيل، فأنا أعني فقط التسمية التي تؤخذ في الكتب ولا أعني شيء آخر. دولة الاحتلال الإسرائيلي عندما قامت على شكل تختلف تماما أو يختلف تماما عما نراه اليوم. وهذه النقطة التي أريد أن نفهمها جيدا اليوم. عندما قامت إسرائيل كحالة أي مشروع سياسي في التاريخ، كل مشروع يمر بتغييرات في تاريخه وفي زمانه. مرت كذلك الدولة الفرنسية على سبيل المثال ب3 جمهوريات. الجمهورية الفرنسية التي نعرفها اليوم هي الجمهورية الثالثة. كذلك دولة الاحتلال. دولة الاحتلال الإسرائيلي مرت في تاريخها إلى اليوم ب3 مراحل. يمكن أن نسميها دولة إسرائيل الأولى، دولة إسرائيل الثانية، ونحن الآن في مرحلة تكون ما يمكن أن نسميه المشروع الصهيوني الثالث، أو ما يسمونهم دولة إسرائيل الثالثة. دولة الاحتلال الإسرائيلي عندما أنشئت أول مرة في عام 48 كانت النخبة الحاكمة التي حكمت هذه الدولة وأسست هذا المشروع كانت نخبة يسارية علمانية لا تمت للدين اليهودي بصلة. فأول رئيس وزراء فيها ديفيد بن غوريون لم يكن متدينا، وبعض ساسة دولة الاحتلال الذين أقاموا هذه الدولة كان بعضهم حتى على دين الإلحاد، ولكنهم كانوا يعتبرون أن اليهودية عرق وقومية لا دين. ولذلك فإن دولة الاحتلال عندما نشأت أول مرة نشأت على المبادئ الأوروبية، وقدمت نفسها باعتبارها أوروبية تأخذ كافة القيم الأوروبية المعروفة. وهذا الأمر استمر 30 سنة. أول 30 سنة في دولة الاحتلال، يعني حتى السبعينيات من القرن الماضي، كانت دولة الاحتلال يسيطر عليها اليساريون العلمانيون ممثلين بما يسمى حزب العمل الإسرائيلي. لكن ابتداء من عام 77 حدث تغير هائل، بدأ يتشكل في دولة الاحتلال تيار جديد يأخذ الدولة باتجاه جديد. هذا التيار شكله فعليا مناحم بيغن، أول رئيس وزراء يميني لدولة الاحتلال. وبالتالي مع مناحم بيغن زعيم حزب الليكود، والليكود هو الذي يحكم اليوم في دولة الاحتلال، بدأت دولة الاحتلال الثانية تولد، وهي دولة قائمة على فكر قومي يميني، ليست وبنفس الوقت علمانية، لكنها ليست يسارية ولا ترى نفسها أوروبية بالمعنى الذي كانت الدولة الأولى تراه، وإنما تقدم نفسها على أنها دولة قومية يمينية علمانية في نفس الوقت، وليس عندها مشكلة مع التيارات الدينية الحريدية التي تشكل التيارات المتطرفة في دولة الاحتلال اليوم. هذه الدولة
بدأت تتشكل في السبعينيات، ولكنها ثبتت تماما مع عام 2001، فترسخت تماما هذه الدولة، ولم يعد لحزب العمل ولا اليسار الإسرائيلي أي وجود في السياسة الإسرائيلية في المشروع الصهيوني إطلاقا. وصار المشروع الصهيوني مشروعا يمينيا، بمعنى أننا ابتداء من عام 2001، وهي السنة التي انتخب فيها أرييل شارون جزار مذبحة صبرا وشتيلة المشهور، عندما انتخب رئيسا لوزراء دولة الاحتلال، تحولت دولة الاحتلال نهائيا إلى دولة جديدة مختلفة تماما. من عام 2001 حتى اليوم ما زال هذا التيار يحكم دولة الاحتلال. لكن يمكننا أن نقول إن هذه الدولة بدأت تنقرض بشكلها الحالي وتتأسس على شكل جديد ابتداء من حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، لأنه طبعا هذه سادس حكومة لبنيامين نتنياهو. الذي كان قبله كان نفتالي بنت. آخر حكومة للليكود العلماني كانت الحكومة الماضية. هذه الحكومة التي شكلها بنيامين نتنياهو، هذه الحكومة بدأت تتشكل معها دولة جديدة، وسأذكر لماذا يهمنا هذا الموضوع. هذه الدولة الجديدة دولة يحكمها اليوم تيار مختلف تماما، وهو تيار الصهيونية الدينية. التيار الذي يحكم دولة الاحتلال أخواننا وأخواتنا اليوم هو تيار الصهيونية الدينية، وهو تيار خلاصي ديني صهيوني، ليس علمانيا. ولم يعد العلمانيون يحكمون دولة الاحتلال، ولم يعودوا يتعاملون فعليا بالشكل الذي كنا نعرفه على امتداد 76 عاما حتى اليوم. وإنما نحن الآن أمام دولة جديدة تختلف تماما عن دولة الاحتلال التي خبرها الشعب الفلسطيني أولا والعالم الإسلامي ثانيا طوال 76 سنة الماضية. هذه الدولة يحكمها تيار الصهيونية الدينية، وهو تيار يتبع أفكار الحاخامات، على رأسهم طبعا الحاخام الذي قتل في نيويورك مائير كهانة زعيم حركة كاخ المتطرفة. وهذا التيار يرى نفسه من خلال نظريات دينية محددة يريد أن يطبقها. ما الفرق بين هذا الكلام وبين الدول الماضية؟ يا إخواننا الكرام، نحن في هذا المحفل ينبغي أن نفهم مع من نتعامل. دولة الاحتلال القديمة سواء الأولى أو الثانية كانت تطوع الدين اليهودي لأجل مصالح سياسية، لكن الدولة الجديدة التي تتشكل الآن بقيادة إيتمار بن غفير وبيتسلايل سموتريتش وهؤلاء المتطرفين من أتباع تيار الكهاني، هذه الدولة تكيف السياسة لأجل تطبيق مفاهيمها الدينية، يعني عكس ما كانت دولة الاحتلال تفعله سابقا. لماذا؟ لأن هذه التيارات تتبع ما يسمى بالتيار الخلاصي، وهذا التيار الخلاصي ما هو؟ هو تيار ديني يؤمن بأننا على وشك أن نصل إلى يوم القيامة، وأن هذا الزمان هو زمان نزول المسيح المنتظر عندهم، وأنه يجب أن يكون المسيح المنتظر أن يتم تجهيز الأرض لنزول المسيح المنتظر ولأداء ما يسمى بالخلاص الأخير للبشرية جمعاء. ما خطورة هذا الكلام؟ خطورة هذا الكلام أنه في الزمن الماضي كان السياسيون الإسرائيليون الصهاينة يخشون من الاقتراب من خطوط حمراء، أولها المسجد الأقصى لحساسيته الدينية. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يقبلون بأن يتحول صراعنا معهم إلى صراع ديني، ولذلك كانوا يحاولون دائما أن يبتعدوا ويبعدوا الدين عن هذا الصراع. نحن الآن أمام تيار جديد يريد أن يجر العالم كله إلى صراع ديني، وبالعكس هو الذي يسعى إلى الصراع الديني. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بنظريات في غاية الغرابة، لا أدري إن كان أحد هنا قد سمع بها أم لا.
يؤمنون بنظريات غريبة مثل نظرية يد الله العظمى التي تقول إنهم هم يد الله في الأرض، وأن الله عندما وعد بني إسرائيل بمواعيد محددة ووعود محددة مثل نزول المسيح ومثل إنزال المعبد أو الهيكل الثالث يقولون عن أنفسهم إنهم هم اليد التي جعلها الله في هذه الأرض لكي تحقق هذه الوعود. ويؤمنون بنظرية أغرب من ذلك، وعذرا من سادتنا الكرام من لذكرها، ناقل الكفر ليس بكافر. يؤمنون بنظرية تسمى نظرية توريط الرب، بمعنى أن تصنع كافة الظروف التي وعد بها الله في التوراة حسب رؤيتهم، بحيث حاشا لله يضطر الرب لتنفيذ وعده وإنزال المسيح المنتظر وبناء الهيكل في مكان المسجد الأقصى. هذا الذي يجري اليوم في فلسطين. هؤلاء هم القوم الذين يتم الآن مقاومتهم في فلسطين. لذلك لو فهمنا دولة الاحتلال بناء على هذا الكلام ستستوعبون كل ما جرى خلال السنة الماضية. دولة الاحتلال تجاوزت كل شيء في الخطوط الحمراء. في السنة الماضية تجاوزت أفكارا كثيرة، تجاوزت فكرة القتال أكثر من 3 أشهر، تجاوزت فكرة التخلي عن الأسرى، تجاوزت فكرة قدسية الدم اليهودي، تجاوزت أفكارا كثيرة تجاوزتها. لماذا؟ لأنهم يؤمنون أنهم ينفذون إرادة الله، بمعنى أنهم الآن يريدون أن يصلوا إلى مرحلة تنفيذ الوعود الإلهية. وهناك فيديو انتشر قبل فترة قصيرة لشخص خطير جدا اسمه موشي فيغلين. وموشي فيغلين هو زعيم تيار يسمى تيار زيهوت. زيهوت تعني الهوية، وهو تيار كهاني من تيارات الصهيونية الدينية التي نتحدث عنها. وقف في داخل المسجد الأقصى المبارك وقال بالحرف الواحد، قال: دولتنا تنتقل من فشل إلى فشل في غزة وفي لبنان، ولكن المكان الوحيد الذي يمكن أن نحقق فيه نصرا استراتيجيا هو هذا المكان، المسجد الأقصى المبارك. هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أن طوفان الأقصى الذي انطلق كما تفضل أستاذنا الكريم بأحد الشروط، بل بالعكس الشرط الأول كان في خطاب محمد الضيف أول يوم، لأجل المسجد الأقصى المبارك، أصبح الاحتلال يحاول أن يخلق انتصارا له عنوانه المسجد الأقصى المبارك، وعنوانه إنهاء قضية المسجد الأقصى المبارك. لذلك يا إخواننا كل ما خبرناه عن دولة الاحتلال في السنوات الماضية ينبغي أن نبعده تماما ونفهم إلى أين يجري. طيب، إلى أين يسير هذا المشروع؟ هذا المشروع باختصار يسير، لا يرانا نحن فقط عدوا له، على فكرة هو يرانا عدوا له، ويرى اليساريين الإسرائيليين الصهاينة أيضا عدوا آخر له، الذين ينزلون في الشوارع اليوم مثلا ويتظاهرون ضد بنيامين نتنياهو، هو يراهم أعداء له. وبالتالي نحن الآن نسير باتجاه من اثنين: دولة الاحتلال، مشروع الصهيوني القادم الحديث بعد عملية طوفان الأقصى وبعد انتهاء هذه الحرب سيسير في أحد اتجاهين: إما أن تتحول دولة الاحتلال إلى دولة شريعة يقودها الحاخامات حقيقة، بمعنى أنها ستقيم حربا دينية ضد العالم كله، لأنهم يؤمنون أن من شروط قدوم المسيح المنتظر أن يكون العالم على وشك أن ينفجر، فبالتالي هم يدفعون العالم باتجاه الانفجار حتى حاشا لله مرة أخرى يورط الرب ويضطر لكي ينزل المسيح المنتظر. أو إذا وجد هذا التيار نفسه في ورطة داخلية مع اليساريين، فسنشهد انشقاق دولة الاحتلال إلى دولتين. تحضروا لسيناريو معقد جدا في هذه الدولة، سواء تحولت هذه الدولة إلى، وأختم بذلك إن شاء الله،
سواء تحولت هذه الدولة إلى دولة دينية ودولة حاخامات كما يريدها بيتسلال سموتريتش وإيتمار بنغفير هذه المجموعة من المجانين، أو انشقت دولة الاحتلال إلى دولتين اثنتين، فكلا الأمرين إشارة قريبة بنهاية هذا المشروع، لأن هذا المشروع عندما أقامته الدول الغربية لم تكن تريده دولة شريعة ولم تكن تريده دولتين اثنتين، فبالتالي لا حاجة لها فعليا بدولة لا تكون حائط صد أمام العالم الإسلامي، وهذا سيكون المسمار الأخير في نعش هذا المشروع، وهذا هو الأثر الكبير الذي حققته عملية طوفان الأقصى التي كشفت هذا المشروع وجعلته يقتات على نفسه ويتمحور حول ذاته وينشق إلى مشروعين اثنين. نسأل الله عز وجل أن يحقق وعده للمؤمنين بالنصر والتمكين وتحرير هذه الأرض وتحرير المسجد الأقصى المبارك بإذن الله، وأن نكون من الذين يكرمهم الله عز وجل بأن يشهدوا بل يصنعوا هذا اليوم القريب إن شاء الله عز وجل. بارك الله تعالى فيكم، أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين.